السلام عليكم. وده شكل الصينية بعد ما خلصت. بعد اذنكم يا جماعة ممكن تحطوا لايك لو سمحتم. كل ما يكتر اللايكات كل ما الفيديوهات بتاعتي هتتشاف. يعني انا بلاقي الفيديوهات جايبه 1000 و2000 و4000 و500 و100 و200 واللايك 10 5 3. فبعد اذنكم حطوا لايك، حطوا لايك بعد اذنكم. إيه يا ستي اعتبروها صدقه. حطوا لايك بعد اذنكم. احنا دلوقتي يا جماعة بنعمل صينية خضار، كوسة في ناحية وبطاطس في ناحية. ممكن تقلبوهم، بس انا عندي في حد ما بحبش ياكل البطاطس او بيتعب منها، الله اعلم بظروف كل الناس. بنرش هنا ملح على كمون، وهنا برضو على الصلصة على الخلطة اللي احنا هنحطها. ماشي. هنحط فلفل اسود، ده كله عليه ملح، بس عشان كده انا مش هحط ملح الا خفيف في الاخر، في الفينش الاخراني. برضو على نفس الخلطه دي بصل وطماطم، حبيتين طماطم بس، ولو مش عايزه تحطي طماطم ما تحطيش، عايزه تحطي صلصه حطي اللي يريحك. كده احنا بنحبها بيضه. وده هوريكم دلوقتي حاجه، يعني ايه هيكل هنحشيه بتاع الفرخه، وازاي طلعت الهيكل دي من الفرخه او اشتريته من الراجل. ده كزبره ناشفه كله. تمام. الهيكل ده هيكل اهو، انا متبلاه زي الفل ونضيف، متبلاه بالبصل ونضيف. هيكل مش عليه لحم خالص. انا بجيب الفرخه، باخد الوركين اعملهم على طبخه، واخد الصدر اعمله بانيه، اعمله شاورما، اعمله اي حاجه، وباخد بطلع الهيكل سليم بالتوب بتاع الفرخه كده، بالتوب بتاع الفرخه، عشان هقفل كده وهتنيه، علشان اقفل الفرخه من ورا، علشان هحشيها من جوه. الهيكل هحشيه. انتوا ممكن برضو تروحوا تشتروه من عند الفراخي وتقولوا عايزه هياكل مكفوله. باجي عند الحته البيضه الاخرانيه كده، واحاول اعمل حاس كده واكتمها علشان اقفل بيها الحته المفتوحه اللي ورا دي اللي انا هحشيها، وبعد كده اروح نازله التوب عليها. هوريكم دلوقتي وهوريكم في الشكل النهائي بعدين. مش الصلصه جاهزه، خلطه بصله وفلفل اسود وملح وزيت ومعلقه سمنه بلدي. نحشي الزور كده زي ما بنحشي المنبار بالظبط، ما بنحشيش التوب، لا بنحشي الزور بس. هو كده كده هيطلع كله لفوق. نحشي الزور كده زيه زي المنبار، او زي ما بتحشي الحمام، زي ما بتحشي الفرخه ده. ما نكترش. الرز ده مخمرينه نص ساعه في ميه، يعني يا دوبك غليت وطفينا. ماشي. ونيجي نحط في القلب كده كده، بنملاه، خلوا بالكم عشان هي مفتوحه، وبنتني. ارفع ايدك. وبنتني الحته اللي احنا كسرناها كده، وبنيجي التوب اللي احنا عاملينه اللي هو باجي كده زياده، بنروح تانيينه تحت الايه الفرخ، ونروح زنجينها فين؟ هنا اهو كده اهو كده اهو. ماشي. خلي بنحط الخلطه، طبعا بنقلب. بنحط الخلطه كده عليها كلها مع الورك الفرخة. احنا مش عدد كبير علشان نعمل الفرخة كاملة، يعني الا لما يكون عندنا ضيوف نعمل بالاثنين والثلاثة. فربنا يكتر حبايبنا يا رب. كده صور هنا الفرخة عادي، هنا ممكن تحشيه برضو تحت التوب، بس انا مش عايزة رز كتير. واهو الخلطة عليها اهو، ورشة زيت بسيطة. لو حاطة فرخة كاملة ما بحطش زيت نهائي ولا اي مادة دهنية. وان شاء الله لما يخلص، وادي قرن الشطه بحطه ليا انا عشان اخد جوانبه، بس ما باخدش الحار. وكده هنرش رشه زيت. لحظه، رشه زيت. الفرن طبعا ساخن. خليك في اللي قدامك يعني. الفرن طبعا ساخن. هنغطيها بورق فويل. وقف يعني.
نفس الجرن الشطه بحشيه من نفس حشوه الرز. انا بحبه ابيض وبحطه كده عادي. وحاشيه برضو بصله هنا من حشو الرز برضو عادي. بصفي شويه الرز كده. خلاص لحظه لحظه لحظه. هنحط ورق فويل ونغطيه لمده ساعه الا ربع. وبعد الساعه الا ربع هوريكم هنكشفها ونسيبها عشان الوش يحمر. بنحط طبعا شكشاك ميه بسيط خالص. اذنكم حطوا لايك، حطوا لايك بعد اذنكم. يا ستي اعتبروها صدقه. احتفل، حطوا لايك بعد اذنكم. يعني كانكم بتقولوا السلام عليكم، السلام لله، سلموا عليا. يعني هي المعلومات مش بتفيدكم يا ستي، لو مش بتفيدكم سلموا عليا، قولوا السلام عليكم. مش هستاهل تقولوا السلام عليا. السلام عليكم. حطوا لايك عشان انا قناتي تتشاف بعد اذنكم. يعني فضلا وليس امرا، حطوا لايك، حطوا لايك، وربنا يرزق الجميع ويوفق الجميع ويكفينا شر الامراض ويسر امورنا ويسعدكم جميعا ويسعدني ويسعدكم.